فيديو جديد من قناة حكايات رعب بالعربي. مين فينا ما سمعش عن بيت مهجور أو بيت مسكون أو بيت جوه لعنة مش معروفة ولا مفهومة؟ زمان كنت بسمع عن بيت مهجور، بيت في آخر الشارع اللي جدي كان ساكن فيه. البيت ده من يوم ما كنت طفل وأنا بسمع عنه حكايات، بيقولوا إنه اللي بيدخل جواه ما بيخرجش تاني. ناس اختفوا جواه، أصوات بتطلع منه بالليل، النور بيشتغل فجأة بيفصل فجأة. بس طبعا زي أي حد عنيد كنت فاكر إن دي كلها خرافات. وفي يوم هندي اتحكم فيا وقررت إن أدخل البيت ده. في يوم كنت لوحدي، الساعة كانت 2 بالليل، الشارع فاضي والهوا ساكت، كأن الدنيا كلها واقفة مستنية اللي هيحصل. أول ما فتحت الباب في صوت صراصير، ريحة رطوبة ودم قديم، وحاجة تانية معرفتش أفسرها لحد دلوقتي. ودخلت البيت، وكل ما باخد خطوة الأرض بتصرخ تحت رجلي، كأنها مش راضية إن أمشي فوقها، كأنها بتحذرني. وفجأة الباب اتقفل بقوة. لفيت بسرعة، مفيش حد. حاولت أفتح الباب لكن الباب مش عايز يتفتح، ما بيتهزش حتى معايا. النور بدأ يضعف، بس كان في ممر، في آخر الممر كان في نور ضعيف طالع من أوضة مقفولة، والباب بتاعها مفتوح نص فتحة. وأنا حلفت نفسي إنها كاملة. قربت، كنت سامع صوت مشوش زي همهمة لكن بلغة مش مفهومة. ودخلت الأوضة، كان واقف قدامي رجل أو شبه راجل، ظهره ليا، جسمه مائل وكأنه مكسور، شعره مبلول وبيبص في حيطة سودا. ناديته يا عم، ما ردش. ولما قربت منه شوية لف وشه، بس وشه ما كانش طبيعي، وشه كله عيون، والعيون كلها بص عليا وقعد يصرخ صرخة مش بشرية، صرخة طلع منها دم في الهواء. حصل لي ذهول، جريت بكل قوتي، بس الممر اتغير، مبقاش مخرج، بقى حيطة. الباب كله بيتغير، كأنه بيتنفس، كأنه بيحبسني جواه. أنا مش عارف أنا خرجت إزاي، بس من يوم